السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد إجراء مباراة اليوم من الدوري الجزائري للمحترفين يكون أبرز نتائج: مولودية أوران يهزم برادو بهدفين، والشبيبة القباية ليكرم ضيافة اتحاد خنشلة بهدف مقابل الشيء. أما اتحاد بسكرة وترجي مستغانم فبدون أهداف. مولودية الجزائر متصدر ب 41 نقطة، يليه شبيبة القبائل ثانيا ب 36 نقطة مع مباراة أكثر. شباب الوزداد ثالثا ب 34 نقطة، ثم اتحاد العاصمة يزمع رابعا ب 33 نقطة، خامسا بارادو ب 29 نقطة، ثم كل من أولمبي الشلف، وفاق سطيف، شباب الثورة ب 28 نقطة لكل فريق، مع أفضلية الأهداف لأولمبي الشلف. في المراكز الأخيرة في المركز الثالث عشر أولمبيك أقبو ب 21 نقطة، مناصفة مع ترجي مستغانم، اتحاد بسكرة ونجم مقرة في المركز الأخير ب 18 نقطة لكل فريق. قائمة الهدافين يترأسها لاعب بارادو عادل بولبينا ب 15 هدف، وفارق 6 أهداف على أقرب المنافسين وغبان له بأولمبيك الشلف ب9 أهداف.